تخيل تصحى وسط الصحراء وحيد مش عارف انت فين، مفيش اكل مفيش ميه، الحر يقتلك بالنهار والتلج يجمدك بالليل. دي معجزة بقاء صعبة تتصدق. سنة 2006 ريكي ماجي كان مسافر لشغل جديد في بورت هايلاند في استراليا، والمكان ده بعيد جدا حوالي 42 ساعة بالعربية عن بيته في كوينزلاند. في طريقه قابل 3 اشخاص عربيتهم خلصان منها البنزين، قرر يساعدهم ويودي واحد منهم لأقرب محطة، لكنه فجأة حس انه اتخدر، ولما فاق لقى نفسه محبوس في أوضة، وبعدها سابوه في حفرة متغطية بالبلاستيك الأسود وسط الصحراء الأسترالية القاتلة. مكان مقطوع مفهوش أي أثر للحياة، الشمس تحرق بالنهار والبرد يقتل بالليل، مع حرارة بتوصل ل 40 درجة مئوية، وجوع بيقتل. كان لازم يتحرك. لحسن حظه كان موسم المطر لسه خلصان، فلقى حفر فيها بقايا مية، بس الأكل اضطر ياكل سحالي، ضفادع، وحتى حشرات، أي حاجة تحافظ على روحه. وبعد أسابيع من العذاب قرر يكمل رحلته، لكنه كان ضعيف جدا، عارف انه خلاص بيموت، فحفر صليب لنفسه وكأنه مستعد للنهاية. بعد 71 يوم من الضياع حصلت المعجزة. مجموعة من رعاة الأغنام لقوه بالصدفة، لما شافوه ما صدقوش، كانوا بيقولوا لبعضهم كأننا شايفين هيكل عظم ماشي. نقلوه المستشفى وهناك اكتشفوا ان فقد اكتر من نص وزنه، نزل من 230 رطل ل 105. القصة دي مش مجرد حكاية، دي شهادة على قوة إرادة البني آدم في محاولة منه للبقاء.